يلا بينا بقى نرص الغريبة الجميلة بتاعتنا. بصوا بقى لونها وشكلها ودايبة دوب. بصوا بقى جمالها. من كوبايتين دي بس يا حبايبي هنعمل كمية حلوة جدا. بصوا ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين الغريبة اسعارها غالية جدا. من كوبايتين دي هنطلع كمية بصوا رهيبة. هنرصها كده بقى عشان نقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل بقى مع بعض الغريبة. طبعا انتوا عارفين ان هي 3 مقادير بس. سهلة جدا وبسيطة. في ناس كتير بتستصعبها لكن هي بسيطة جدا يا حبايبي. بصوا بقى النتيجة في الاخر بجد تحفة. يلا بقى بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل الغريبة الجميلة دي ازاي بمقادير اقتصادية جدا وهتطلع كمية حلوة اوي. كوباية سمنة صفرة تكون خارجة من التلاجة. تحطوا ايديكوا فيها يا دوبك ايديكوا ايه تغرس فيها كده. تكون ساقعة شوية عشان نقدر نضربها وتعمل معانا فوم حلو جدا. هاي وهنضربها كده بالمضرب لغاية ما لونها يفتح معانا. وهنفضل نضرب كده لغاية ما تعمل فوم معانا. وهنبتدي ننزل ايه بكوباية الا ربع سكر. لو بتحب السكر قليل شوية تقدر تحط نص كوباية. انا مقاديري هنا هعمل كوبايتين دي بس. وهنفضل نضرب كده لغاية ما ايه السكر ايه مع الزبدة يعملوا فوم كده حلو. وهننزل كده بكوبايتين الدقيق تدريجيا. وهنبتدي نلم كده الزبدة مع الدقيق مع السكر ومش عايزين نقلب كتير. والغرايبة طبعا ما بتتعجنش. هننعمها بايدينا كده. وهبتدي بقى اعجنها بايديا. وهنلم بقى الغرايبة بتاعتنا بايدينا كده. هنحاول ننعمها بس. وهنفضل ننعم في الغريبة كده. طبعا انتوا عارفين الغريبة بتلزق شوية. لو لزقت في ايديكم ما تقلقوش خالص. حطوها في التلاجة لمدة ربع ساعة هتظبط معاكم. طبعا هي بتبقى ناعمة قوي فهي بتبقى العجينة بتاعتها طرية شوية. هننعمها بايدينا وهندخلها على التلاجة ونشكلها مع بعض. هنختبرها في ايدينا كده ونشوف نعوميتها. لو لقيناها لسه بتلزق هندخلها التلاجة تاني كده. خلاص تمام بقت زي الفل. وهنشكلها كده. لو عندكم اي مكسرات حطوها. طبعا مش هنتن الصينية اي حاجة. وهنكمل برضو تشكيل. بصوا بقى ملمسها جميل وناعمة قوي ما شاء الله. اللي وصل لهنا بقى ما ينساش بقى اللايك الحلو يا حبايبي. هنكمل بقى بقية الكمية كده. والغرايبة يا حبايبي ما بتاخدش تسوية. بتاخد بس 10 دقايق على رف الوسط. خلاص كده وصلنا لنهاية الفيديو. بصوا بقى الكمية ما شاء الله عملت معانا كمية حلوة جدا من كوبايتين دقيق. هستنى بقى رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايكات يا حبايبي. واستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.